السلام عليكم. نعيمة البدوية وشنو وقع القصة نتاعها من الاول حتى التالي، واللي ما فاهمش غنفهمولو في هاد الفيديو. سخونية الراس كترجع بندامة، وجيبها فمو وقول قبالة الكاميرا كتولي حتى هي بندامة، لان حنا ما عايشينش في زريبة غير اللي رشقت له ولا يعاير شي واحد ولا يتصور شي واحد ويقبط يحطها. لا، كاين القانون في المغرب، وهذا الشيء خصو يعرفو اي واحد كيهز التليفون ويبدا يهضر. المهم غنشرح لكم ونبداو باش شنو هما التهم اللي اتهمت بهم، وكل تهمه نحاول نبسطها لكم بشوي بشوي. اول عندها حاجه، الإخلال العلني بالحياة العامة، هي ملي كديري ولا كتقولي شي حاجة حشومة قدام الناس ولا في مكان عام. الفيديوهات اللي فيها الهضرة الخايبة ولا الإيحاء الجنسية ولا الكلام الساقط كيشوفوه الناس كاملين في اليوتيوب، كيتعتبر مكان عام. فهمتي؟ بحال اللي كتعايري في السوق قدام الناس. هذه هكا باش نشرحها لكم بالدارجه. بحال اللي كتهضري وبالعيب وكتعايري في السوق قدام الناس حدا عباد الله كامله كيكونوا شهود عليك. هذا التهمه الاول. الثانيه هي توزيع المحتوى المخل بالحياة. ملي كتنشري ولا كتبارطاجي صور ولا فيديوهات اللي كتكون فيهم كما كنقولوا حنا احياء الهضره، تخسر الهضره، كتقولي شي هضره اللي ما هياش، بحال نفسركم بحال اللي كتهزي واحد التصاور اللي هما جنسيه اولا خايبين وكتنشريهم. هذا هو توزيع المحتوى المخل بالحياة، لان هي كانت كدير الفيديوهات كانت كتخسر الهضره فيهم وما كتردش البال. المهم هادو التهم اللي متهمه بهم، فهمتوا؟ اما الثالث اللي هو التشهير بالاشخاص، تتشهري بشي واحد اولا كتقولي شي واحد عليه شي حاجه وهي ما فيهش، كذبتي عليه. فهمتي؟ هذا التشهير بالاشخاص اللي كيكونوا انت بحال دابزتي معاه وبقيتي عليه هي الداير، انت كدير، انت كتفعل، انت كترك، انت كتصنع. هادشي حيت هي هادشي من تحكمت عليه بالدلائل وبالفيديوهات، والحكم اللي تحكمت عليه غادي نشرحه لكم عاوتاني حتى هو والاحكام اللي بالتفصيل. تحكمت وصدرت فيها هي 6 شهور موقوفه و6 شهور نافذه. غنشرح لكم شنو هي 6 شهور موقوفه و6 شهور نافذه. 6 شهور نافذه هي غدوز الحبس 6 شهور كامله، و6 شهور موقوفه هي كما كنقولوا حنا سورتي، اولا كما كنقولوا حنا خارج الحبس، وانما ديري ها ولا ها تولي تدخلي الحبس. ولكن اللي ما عارفينش هي شحال عطاوها ديال الوقت، اولا شحال ديال الوقت ديال الانذار اللي عطينا فيها هاد 6 شهور. ماشي هي غير غتخرج من الحبس غدوز داك 6 شهور مور الحبس صافي راه تحيد لها داك الانذار اولا داك السورتي. لا، عطينا 5 سنين. في داك ال5 سنين الا مشات هضرت، سبات، عايرات، دارت تشهير، جاتهم شي شكايه من جهه شي واحد على يترها، غتخلص القديم والجديد. غتضرب 6 شهور سورتي وغتولي تحكم بداك الشيء اللي ولاو داك اللي راهو بها الناس. فهمتوا؟ يعني حاولت نبسط لكم الامور بشوي باش تفهموا كيفاش. وزائد راه عاطينها 20,000 درهم، 2 المليون خطيه. هاد 2 المليون خاصها تدفعها للمحكمه باش تخلص الخطيه نتاعها. هذه هي الاحكام اللي حكمت علينا نعيمة البدويه، الله يطلق سراحها. وانتم كما كتعرفوا القانون تاعنا المغربي راه ما كيظلم حتى شي واحد، كياخذ الوقت نتاعو الكافي، واحسن قانون هو المغرب. نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب نتاعكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتخليوا واحد اللايك واشتراك.